بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على تحمل المصاب، وأن يثبت أقدامنا ويطمئن نفوسنا. وأصلي وأسلم على خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تعرضت الكويت فجر يوم الخميس 11 من محرم الحرام الموافق 2 من أغسطس الماضي لعمل عدواني غادر من النظام العراقي الذي كنا نعتقد بأن ما قدمته الكويت له شعبا وحكومة كان كافيا لغرس شجرة الخير في ضميره واحتواء نزعة الشر في سلوكه، إلا أن الشر كان متأصلا فيه فخان العهد وغدر بالأخ والجار واستباح الحرمات، ضاربا بعرض الحائط بكل المواثيق والأعراف الدولية، متنكرا لما قدمته له الكويت من مساندة ومساعدة. إخواني، لقد كانت الكويت واحة أمن وسلام واستقرار، وكانت ملاذا لكل الخيرين والشرفاء يجدون فيها المكان الآمن والعيش الكريم والحياة الهانئة الرغيدة. فأثار ذلك حفيظة النظام العراقي الآثم الذي بدد ثروات الشعب العراقي لتحقيق مآرب خاصة، وحينما شعر بأن الشعب بدأ يتململ ويتذمر من انحرافاته وشططه أراد إلهاءه بفتح جبهة جديدة مع الكويت التي كانت وفي جميع الظروف سندا وعونا لشقائها العرب والمسلمين. وأرسل قواته المسلحة بعد منتصف الليل لاجتياحها واحتلالها وممارسة أعمال العنف والقتل والسطو المسلح ضد المواطنين الأبرياء بحقد لم يسبق له مثيل في عالمنا المعاصر. لا بد أنكم تابعتم الدعاوى الباطلة التي أثارها النظام العراقي المعتدي ضدنا قبل الغزو الغاشم، فقد لجأ لجامعة الدول العربية شاكيا الكويت، وحينما ارتضينا حكم هيئة تحكيم عربية محايدة تنصل ذلك النظام المخادع متذرعا بأن ما بين الكويت والعراق هو شأن ثنائي يحل بينهما. وقد نجحت محاولة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخي الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتم قبل الغزو الغاشم بساعات قليلة عقد اجتماع في جدة بين الطرفين، وقد شاركت الكويت فيه بقلب مفتوح بقية تسوية المسائل التي كانت معلقة بين البلدين في الوقت الذي كان النظام العراقي يضمر الشر ويدبر الخطط الكيدية ويعد العدة لاجتياح الكويت، وذلك بعد أن استعمل أساليب تضليلية وكيدية ومخادعة أوحى فيها بأنه لن يلجأ إلى القوة لتسوية الأمور المعلقة معه. إخواني، إن العالم يدرك إدراكا كاملا فداحة الجرم الذي ارتكبه النظام العراقي ضد الكويت وشعبها، وقد أكد ذلك بالقرارات المتلاحقة التي أصدرها مجلس الأمن الدولي وأدان فيها العدوان الغاشم، وطالب العراق المعتدي بسحب قواته دون قيد أو شرط من الكويت تمكينا للشرعية من استئناف مهامه. وقد أصدر مؤتمر القمة العربي الطارئ ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز قرارات مماثلة. ولا شك أن وقوف العالم يؤكد صواب سياستنا وسلامة مواقفنا الموضوعية تجاه مجمل الأحداث العالمية، الأمر الذي جعلنا نحظى بمساندة وتعاطف شعوب وحكومات العالم
وأن نكسب تأييده. إنما يغيظ النظام العراقي الآثم أنه لم يتمكن من النيل من إرادتنا بعد أن احتل أرضنا، فصمودنا ووقوفنا جميعا صفا واحدا ضد المحتل الغاشم كان مثار إعجاب واحترام العالم الذي يتابع عن كثب تحركنا الواثق نحو التحرير ودحر الغزاة المعتدين، وأن النصر قريبا بإذن الله. وإذا كان التاريخ قد سجل بأحرف من نور صمود الكويتيين ضد الغزاة الوحشيين، فإنه لن ينسى أبدا أن يفرد الصفحات السوداء التي تفضح الممارسات الآثمة للنظام العراقي. فقد دافع الشعب الكويتي الأبي ببسالة عن وطنه وأرواحه وأعراضه وممتلكاته رغم شراسة المعتدي وغدره. وأنني أدعو المولى عز وجل أن يجمعنا وإياهم في القريب العاجل على أرض الوطن الغالي، وليس ذلك على الله بكثير. إخواني، إن الواجب يحتم علينا جميعا في مؤتمرنا هذا أن نعقد العزم على التعاون اللامحدود لتحقيق هدف سامر، وهو تحرير الوطن من دنة العدو المحتل، معتمدين أولا على الله سبحانه وتعالى، ثم على أنفسنا وعلى أشقائنا وأصدقائنا، فالتحرير هو واجسنا وشاقنون جميعا. ولا بد لنا أيضا من التركيز على كويت المستقبل التي ستكون بإذن الله أكثر عزة وشموخا واستقرارا وأمنا، لأن ما قدمه ويقدمه الشعب الكويتي من تضحيات في هذه المحنة ستكون ركائز قوية وصلبة لانطلاقة كويتية وثابة في جميع المجالات نحو مستقبل أفضل تضم فيه الكويت جميع المخلصين والأوفياء والشرفاء الذين صانوها وحافظوا عليها ودافعوا عنها. وسيكون شعب الكويت الأصيل سياجا منيعا يحمي وطنه من عاديات الدهر ومصائبه. ولن يجعلنا هذا الحاضر المأساوي الذي نعيشه نقنط من رحمة الله، فنحن أصحاب حق وأصحاب قضية عادلة يرعاها الله بعنايته وتوفيقه، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. صدق الله العظيم. إخواني، يسرني في هذه المناسبة أن أتقدم باسمي وباسمكم بجزيل الشكر والامتنان لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ولحكومته الرشيدة للتسهيلات التي قدمت لاستضافة هذا اللقاء المبارك. ويأتي هذا في سياق الدعم المتواصل واللامحدود الذي قدمته وتقدمه المملكة العربية السعودية على الصعيدين الرسمي والشعبي لنصرة الكويت في محنتها. ونسأل الله أن يديم نعمة التواصل بين الشعبين الشقيقين لما فيه خيرهما وصالحهما. كما لا يفوتني أن أسجل الشكر والتقدير لجميع الدول التي وقفت معنا دفاعا عن الحق في مواجهة الباطل،
وخاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الشقيقة، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. وفي الختام فإن الأمل وطيد أيها الإخوة في أن نلتقي جميعا وفي القريب العاجل بإذن الله على أرض المحبة والسلام، أرض الكويت الغالية. نعم يا جابر، نعم يا أمير الكويت، يا رمز الشرعية والسيادة، لقد قلت كلمة الكويت وعبرت عن ضمائر الكويتيين. نعم يا جابر، بسم الله وعلى بركة الله وعلى نور من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن معك لتحرير الكويت ولعزة الكويت ولشموخ الكويت إن شاء الله. الكلمة الآن